أهلا بحضراتكم. سؤال مهم جدا بنتسأله كتير. هي الفاكهة والخضروات اللي حجمها كبير ولونها مش متجانس فعلا معاملة بالهرمونات؟ طب من كتر الأمراض اللي بنشوفها في المستشفيات وجنبنا، ممكن تكون الفاكهة دي هي السبب أو الخضروات دي هي السبب في الأمراض دي؟ الحقيقة عشان نعرف نجاوب صح، هنقول إن الهرمونات اللي قد تضاف على ثمار الفاكهة والخضروات لتكبير حجمها وتجانس لونها، أيوة بتعمل خلل في الهرمونات داخل جسم الإنسان وبيعرضنا لكم كبير من الأمراض. طيب أنا أعرفها إزاي؟ الحقيقة الإجابة من ربنا سبحانه وتعالى، إنه جعل لكل نوع فاكهة واختار طعم مميز ولون مميز وريحة مميزة. هنا الإنسان بيتحكم في التلاتة دول بحواسه. أقدر أعرف الريحة والطعم واللون، وإن كان متجانس ولا لأ، وطعمها لثمرة تمت النضج أو ثمرة لسه نضجها ما استوتش، أو مضاف لها هرمونات. الحقيقة حواسك اللي بتحكم ده. طيب لو أنا اشتريت حاجة ولقيت طعمها مش كويس وسعرها غالي، أيوة ما نستهلكهاش، ما نتناولهاش، لأنها ممرضة جدا وهتكلفني صحتي أدوية وآلام قد تفوق أسعارها بكتير. وقد أعرض ابني اللي ممكن يكون بنيته ضعيفة أو جهازه المناعي ضعيف لأمراض أخطر مني أنا. يبقى دايما جبت بطيخة طعمها مش حلو أو لونها مش حلو، أتوقف عن تناولها. جبت مانجا طعمها مش حلو. ودايما الغش بيجي في الفاكهة والخضروات اللي بتبقى قليلة التواجد وسعرها غالي للربح أو للتربح الزيادة. وده بيكون في أول موسم لكل حاجة، أول عروة للطماطم، أول موسم لكل الفاكهة، فراولة أو مانجا أو أي نوع من الفاكهة. في أول الموسم التجار والمزارعين بيلجأوا لاستخدام الهرمونات دي لزيادة الحجم وتجانس اللون وينزلها السوق. وأنا بعتمد على الحواس اللي ربنا اداها لي. أشتري، أدوق طعمها، طعمها كويس ولونها كويس وريحتها كويسة، أخدها وأنا مطمن. الاحتمالية اللي قد تكون اللي هي معاملة بالمبيدات لإصابات حشرية، ممكن نقعها في المية ربع ساعة يقلل من كم المبيدات اللي موجود خلالها. لكن الأخطر من المبيدات الحقيقة التعامل الهرموني أو الهرمونات اللي بتضاف على الخضروات والفاكهة. لكن استخدامي للحواس هو الشيء الجميل اللي أقدر أحكم بيه على الخضروات والفاكهة صالحة للتناول ولا لا. وما تجاهلش أبدا حواسي، أو إن أنا أستخسر ما دفع فيها من أموال وخليني أستهلكها. لا، أنا ممكن أستغنى عنها نهائيا، لأنها في الوقت ده غير صحية، بالعكس ده ممرضة. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأنها بتأثر على التوازن الهرموني داخل جسم الإنسان، بتغير المود، بتغير إفرازات الغدد، بتغير الحرق والامتصاص عندي. ودي مشكلة كبيرة بيتسبب عنها خلل كبير. ويعني لا قدر الله ناكل فاكهة بدل ما نسعد بيها تورثنا المرض. وبنقول للتجار إن مكسبك في الدنيا فعلا مكسب مالي، لكن قصير الأثر منزوع البركة. دايما كلنا يعني نقول اللي عند ربنا أبقى وأفضل، والبركة في الدنيا أفضل من العدد المالي أو من عدد الفلوس. دايما نعين بعض على التقوى، وإنك تشوف حد سبب في إسعاده أفضل كتير ما تبقى تشوف مريض أنت السبب في إمراضه. تحياتي ليكم جميعا وتمنياتي بالصحة ليكم والسعادة وراحة البال. سعيد متولي، خبير واستشاري.